أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. معاكم شيرين الصاوي في برنامج حكايات من تراث رمضان على إذاعة إحنا بتوع الراديو. إحنا في الأيام الأخيرة من رمضان، واللي كان لسه بيبدأ من شوية بقى بيودع. تحس كده إنه ضيف عزيز جه بسرعة، وقبل ما نلحق نعيش معاه لقى شنطته جاهزة وقال لنا مع السلامة. طب ليه كلنا عندنا إحساس إن رمضان بيخلص بسرعة؟ يعني السنة 12 شهر، بس رمضان هو الشهر الوحيد اللي بنحس إنه بيجري جري. والأغرب إن رغم الحزن اللي بنحس بيه على وداع رمضان، بنلاقي نفسنا فجأة داخلين في مزاج تاني خالص، مزاج العيد. والموضوع مش جديد، المصريين من زمان عندهم طريقة خاصة لاستقبال العيد، ومن أهم الطقوس اللي لسه مكملة لحد النهاردة هي الكحك. بس استنى، قبل ما تاكل الكحكة دي عمرك سألت نفسك إحنا ليه بنعمل كحك في العيد؟ القصة بدأت من زمان، يعني تقريبا من أيام الفراعنة. المصريين القدماء كانوا بيعملوا كحك دائري وعليه نقوش هندسية، وكانوا بيقدموه كقربان للآلهة في المعابد. ولقوا رسومات للكحك على جدران المعابد وعليه نقش مكتوب عليه كل واشكر. وبعد كده الفكرة فضلت مكملة لحد ما وصلت للعصر الفاطمي، وهنا الموضوع بقى رسمي. الحاكم بأمر الله كان عنده طبع غريب، كان بيحب يعمل حاجات غير مألوفة. وفي مرة قرر إنه يوزع الكحك على الناس بنفسه. والستات في القصور الفاطمية كانوا بيتفننوا في أشكال الكحك، وكانوا بيحطوا فيه حشوات مختلفة زي العجمية والتمر والمكسرات. ومن هنا بقى الكحك عادة رسمية في العيد. وفي العصر المملوكي كان بيوزعوا الكحك على الفقراء، فبقى مش بس حلوى، لكنه رمز للفرحة والكرم والمشاركة. بس النهاردة تفتكروا العيد ممكن يعدي من غير كحك؟ الريحة بس كفيلة إنها تفكرنا إن العيد قرب. في ناس بتحب تعمله في البيت وتعتبره طقس عائلي مقدس، وفي ناس بتفضل تشتري جاهز. بس الأكيد إن مفيش بيت في مصر بيفوت العيد من غير طبق كحك محطوط على السفرة مع كوباية شاي مظبوط وسكر بودرة واقع على الطبق. بس قبل ما العيد يجي إحنا لسه في آخر لحظات رمضان، لسه عندنا فرصة ندعي، نصلي، ونختم الشهر ده بحاجة ترضي ربنا. يا ترى إيه أكتر نوع كحك بتحبوه؟ وبتحبوه من البيت ولا جاهز؟ ودي كانت رحلتي معاكم، وكانت آخر حكايتنا في حكايات من تراث رمضان، رحلة بدأت مع أول يوم في الشهر الكريم ووصلت لمحطتها الأخيرة. بشكركم على إنكم كنتوا جزء من الرحلة، وأشوفكم على خير في رحلة جديدة وحكايات جديدة لحد ما نلتقي تاني. خلي في قلبكم دايما روح رمضان، بالخير بالمحبة وبالحكايات اللي بتجمعنا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وقلبكم مليان بالخير، وعيد سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. كنت معاكم شيرين الصاوي من حكايات من تراث رمضان على إذاعة إحنا بتوع الراديو.